كل التحية لمشاهدينا من خلال حلقة جديدة والحدث الرياضي. بنعتذر لمشاهدينا اللي بيتابعونا وحريصين ان هم يعني يكونوا في انتظارنا يوم السبت والحد الساعة 3:15 عصرا نظرا لظروف الإذاعة الخارجية للبطولة اللي نقلناها على الهواء مباشرة على شاشة قناة تانية، بطولة الكاراتيه اللي كانت في شرم الشيخ. فاحنا بنقابلكم دلوقتي بعد ساعة من موعدنا، لكن ان شاء الله هنفضل معاكم على مدى البرنامج المدة المحددة لينا، وبنستكمل القضية اللي فتحناها بالأمس والأحداث الرياضية المتعاقبة والحدث الرياضي والضرب تحت الحزام. أما نوع الضرب تحت الحزام اللي هنتابعه مع حضراتكم النهاردة، وزي العادة هنكشف الأسرار والخبايا واللي ما بيتقالش اللي بيتم في الغرف المغلقة وما وراء الستار من خلال فضيحة إنجاز التعبير. طبعا الكابتن عزمي مجاهد مش هيعجبه الكلام ده، لكن الفضيحة اللي في الجبلاية لتعيين المدير الفني الجديد لاتحاد كرة القدم المصري للمنتخب القومي الأول. إيه اللي بيحصل وإيه اللي تم مع تونس والمكالمات اللي بتتم وإيه اللي وراها والمعايير اللي بتتحط لاختيار المدير الفني ومدير المدير الفني المنتخب، وازاي ده المعايير اللي بيطلق عليها معايير التفصيل. كلام كتير قوي هنقوله وهنفتح الملفات المسكوت عنها من خلال هذه الحلقة. طبعا بيكون عندنا فقرة الأخبار الحصرية من الجبلاية، والكابتن عزمي مجاهد دايما بيقول لنا الأخبار الجديدة فيها. بعد الفاصل إن شاء الله هنقابلكم. خلونا نرحب بضيوفنا اللي دايما بيشرفونا سبت وحد أسبوعيا. الكابتن عزمي مجاهد مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم. أهلا وسهلا كابتن عزمي، منورنا. نورك يا حازم. طبعا انت الكلام انا عارف. لا الكلام عجبني، ما احنا هنرد برضه ما تقلقش. فضيحه الجبلاء هي برضه عشان الناس اللي قاعده قدام التلفزيون يقول لك استنى ما نشوف الفضايح بقى. بس الناس بتستنانا من غير فضايح برضه، بس احنا لان بنقول الحق. فكلمه فضيحه دي كبيره شويه. كبيره. طب هنشوف الكلام ده يعني يستاهل كلمه فضيحه ولا لا، مع برضه ضيفنا اللي دايما بيشرفنا وبنسعد دايما بوجوده، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي. اهلا بيك استاذ عبد الشافي. اهلا بيك يا حازم. النهارده الحلقه ساخنه والمن حق الكابتن عزمي يعترض ويقول لا، لان ده شغله. انا لو مكانه هعمل اكتر من كده. لا مش انا مش هرد مش هرد كده يعني، بس من قبل الرد او ان انا بدافع عن باطل. لا الباطل باطل، الحق حق والباطل باطل. هو احنا عاملين عنوان الحلقه فضيحه في الجبلايه، انت بتقول ان فضيحه دي كلمه كبيره قوي على اللي بيحصل. الحق حق والباطل باطل. ومن حق الاستاذ عبد الشافي يقول، ومن حق ان انا اوضح. صح بالظبط. احنا هنخرج مع حضراتكم لفاصل، ومن بعده هنرجع مباشره لفقره الاخبار ونشوف هل عنوان الحلقه اللي حطيناه النهارده فضيحه الجبلايه عن اختيار المدير الفني الجديد والمعايير والكلام اللي هو مين اللي بيختار العناوين دي، انت ولا عبد الشافي؟ انا وانت وهو. لا انا لا بيختاروا، انتوا تعملوا عناوين من ورايا. ماشي بيختاروا عناوين. ماشي. طبعا عشان بس نخرج لفاصل ونرجع بعد كده ان شاء الله. هو مين اللي بيختار العناوين؟ رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنستكمل حلقتنا. والنهاردة زي ما قلنا هنستكمل الموضوع اللي فتحناه امبارح، الضرب تحت الحزام. امبارح كنا بنتكلم في الفضايح برضو، بس من ناحية تانية. لا بس كانت عمليات دهس. كان عملية دهس. كان يعني الضرب النهارده كان المفروض احنا بنقول الضرب يعني. تحت الحزام، لكن امبارح كان يعني الدهس في العينين. اللي هو اللي كنا بنتكلم فيه عن اتحاد او اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب وتدخل اتحاد كرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد في الموضوع ده. الضرب تحت الحزام النهارده هنروح بقى للجبلاية ونشوف ايه اللي بيحصل. قبل بس ما نشوف الكلام ده، الأخبار النهارده طبعا مباراة المنتخب الأولمبي وكينيا الساعة 6 بملاعب بترو سبورت.
ولن يسمح بدخول الا الاعلاميين بالتنسيق مع رابطه النقاد. هو خطاب رسمي موقع من السيد المدير التنفيذي ومني انا شخصيا لدخول الاعلاميين في حدود 25 اعلامي ما بين مصور ومحرر. وطبعا المسموح فقط اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. اجتماع مجلس الاداره بكره ان شاء الله الساعه 1 هيفتح طبعا ملفات كثيره جدا، ملفات المنتخب الاولمبي، ملف المنتخب، المدير الفني المنتخب، المدير الفني للجبلايه للاتحاد ايوه. طوارئ في لجنه الحكام يعلنها الكابتن عصام عبد الفتاح والدكتور عزب والاخ نصر عباس وكابتن وجيه احمد. طوارئ واعداد معسكرات اعداد للحكام استعدادا لبدء انطلاق الدوري. طوارئ ايضا في لجنه المسابقات القسم الاول والثاني والثالث للاعداد للجداول بتاع الدوري حين انطلاق الدوري، لان قبل ما هنروح للاجتماع الثلاثي ما بين وزاره الداخليه ووزاره الرياضه واتحاد الكوره لازم هتكون الجداول تكون معانا عشان التوقيتات والملاعب. اخر حاجه بقى خارجه عن السياق يعني الرياضه خلصت خلاص. تمام. احنا بس ببعت رساله للمسؤولين في محافظه الشرقيه ان احنا قلنا امبارح ان المستشفى الجامعي الجهاز المرشحات بتاع الغسيل الكلوي معطله، واخد بالك، وبيجيبوا مرشحات بالبلدي كده مضروبه ومن شركه معينه، مش عايز اقول الشركه تاني. في ناس يا استاذ حازم بتموت عشان مش عارفين يغسلوا كده، ولا حصل رد فعل ولا المحافظ موجود ولا رئيس الجامعه موجود ولا مدير المستشفى بيرد. يا جماعه حياه الناس مش لعبه في ايديكم. تمام. بس يعني خلصنا الاخبار الحصريه من الجبلايه بس في خبر مهم ما قالوش كابتن عادل. ما احنا جايين اهو اللي هو كل يوم حد بيقول لنا اللجنه الخماسيه اجتمعت. عاوزين احنا نعرف اخبار اللجنه الخماسيه. من شهر 11 على فكره اللجنه الخماسيه شهر 11 2014 هو قعد ساكت وبعدين اللجنه الخماسيه مأموريتها انتهت وقدموا التقرير لمجلس الاداره. يبقى ما فيش لجنه خماسيه تاني، خلصت كده. على فكره اللجنه الخماسيه تم تشكيلها يوم 20/11 2014 اللي بتختار المدير الفني. يعني بقى لهم قد ايه دلوقتي؟ داخلين في 3 اشهر 4 شهور. خلص طبعا احنا هنخلص بس. طيب تعالوا بعد ما يعني احنا بنقول اخبار وبعدين بيبقى في كبسوله كده للناس اللي بيثقوا فينا وبنشكرهم على هذه الثقه، وهنروح مباشره للموضوع اللي معانا النهارده اللي بدانا بيه الحلقه وقلنا لحضراتكم الفضيحه في الجبلايه الخاصه باختيار المدير الفني الجديد للمنتخب ومعايير اختيار المدير الفني للجبلايه. بعد الفاصل ان شاء الله هندخل مباشره ونشوف هل تستحق لقب او لفظ فضيحه ولا لا. قضية ليكنز وإدريس عكي السمسار يعني اسمه برز في الكلام والأخبار في الفترة اللي فاتت. وأستاذ عبد الشافي يعني كابتن عزمي معترض تماما على إن احنا بنقول فضيحة في الجبلاية، وبيقول حتى اختيار العنوان غير موفق. إيه رأيك؟ أنا أتعاطف مع الكابتن عزمي إن هو يقول ما يسماش فضيحة، بس أنا أقدر أسميها فضيحة. ليه؟ لأن السؤال اللي بيدور في الجبلاية دلوقتي حتى ما بين أعضاء مجلس إدارة مين وراء تسريب هذه الفضيحة؟ لأن هذه المسألة كانت تتم في السرية والكتمان ويعني مفروض عليها أسوار سرية عشان محدش يعرف. كويس. هاتها لنا كده بالراحة كده واحدة واحدة. القضية احنا زي ما أنا قلت يمكن كنت يعني الكابتن عزمي بقول له اللجنة الخماسية بقول له علشان اقول له اللجنه طولت قوي من شهر 11 لغايه دلوقتي والنتيجه مفيش نتيجه، مفيش مدير فني. هم طبعا حسوا انه في ضغط كمان في الشارع ان البلد الوحيد في العالم اللي ما عندوش مدرب منتخب. البلد الوحيد في العالم لو جات له النهارده فرصه يلعب مع البرازيل يقول له اسفين ما عندناش مدرب منتخب. واحنا ما عندناش وحصلت مع كوريا ولا اجنده كرويه ولا حاجه اللي انت عارف. لا شوف شيماء كاتبه كمان العنوان بتاع فضيحه الجبلايه. اكتب العنوان خليها شيماء، خليها ما تقلقش. خليها شيماء
شيماء خليها هاتيها لنا. يعني هو استاذه شيماء حست بنبض لا لما تعرف ايه هي يعني تعرف ايه هي الفضيحه وبعدين تكتب فضيحه. طيب نزلها لنا عشان اذا يعني يا اما هتكمل فضيحه الجبليه. لا طب نزلها لنا يا شيماء من فضلك. ماشي تاني يا شيماء عشان يرتاح. اللي انا عاوز اقوله مجرد التعطيل تعطيل اختيار مدير فني ده بالنسبه لي ده يعني ازمه كبيره. خطا كبير او خطيئه ارتكبها مجلس اداره اتحاد كره القدم انه ما قدرش يختار. طيب. حتى لما جه يختار بسبب ضغط الشارع ارتكب خطا مع اتحاد في دوله ثانيه هم يعرفوا اللي هي تونس. طب لا معلش عشان نبدا القضيه من اولها. ايه موضوع ليكنز ده؟ ما هو ده موضوع ليكنز. موضوع ليكنز المهندس حسن فريد بدا عمليه التفاوض معاه عن طريق وسيط يسمى ادريس عكي. وهو سمسار لعيبه، سمسار ماتشات، سمسار مباريات وديه، راجل ليه في التسويق الرياضي ويقيم ويعيش في بلجيكا وتربطه علاقه خاصه مع جورج ليكنز. كويس. جورج ليكنز عرض على المهندس حسن فريد، قال له انا عشان القصه بالكامل انا اقدر اقنع ليكنز يجي يتولى تدريب منتخب مصر. مش الراجل ده شغال في تونس؟ شغال في تونس وعقده ينتهي 2017. طب مش ده تعدي على تونس؟ شهر 3 2016 تم تجديد طيب مع كاس الامم الافريقيه. بقول لحضرتك اللي بكلمني انا بس هكمل القصه عشان اقول لك تحديدا يعني. ماشي حضرتك اللي انت هات القلم بس. كان في التوقيت ده انا عارف كان في التوقيت ده ليكنز موجود في بلجيكا بيأدي فتره راحه. انت عارف الاجانب في فتره الراحه بيستجم ما بيحبش يتكلم في العمل. ففي ضغط كتير عليه من السمسار المغربي ومن اتحاد كره القدم المصري. فاضطر يفضفض للصحفي التونسي يقول له انا مضغوط عليا جدا وتلقيت عروض من المسؤولين في مصر وانا مش عايز لان انا بحترم عقدي مع الاتحاد التونسي. الصحفي ده صديقي واسمه عبد الكريم العبدي، مدير تحرير جريدة الصباح التونسية وتربطني بيه علاقة شخصية بقالها عشرات السنين أكتر من 20 سنة. دي واحدة. الحاجة الثانية عبد الكريم العبدي وهو يشغل منصب مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة التونسي زي الكابتن عزمي كده. يعني نفس وظيفة الكابتن عزمي بالظبط وصحفي، ويمكن الكابتن عزمي معروف بوطنيته وشجاعته هو برضه نفس الشيء يعني. تمام. اللي أنا عاوز أقوله الأستاذ عبد الكريم قال لك إيه؟ اللي عرفته من القصه دي انه كان هو الراجل زعلان جدا. ازاي هم على علم، وقال لهم انا متعاقد ولا يمكن ان انا اسيب النادي افسخ تعاقدي وملتزم بكلمه شرف. وحتى اغراء المال اللي انتوا عارضينه عليا كانوا عارضين عليه ضعف اللي بياخده في تونس، ضعف المرتب. اتفاق السمسار المغربي اللي هو ادريس عكي، خلينا نركز على الاسم لانه ما اتكتبش في الصحافه المصريه. دوره ادريس عكي ايه في الحكايه؟ هو الوسيط مقابل هياخد مبلغ من اتحاد كرة القدم تم الاتفاق عليه هو $60,000. طب وده الاتفاق مع ادريس عكي على موضوع ليكنز مع من خلال كابتن حسن فريد بالظبط اللي هو النائب. طيب ماشي. الراجل لما قال الصحفي بلغ الاتحاد التونسي لكرة القدم فكان رد برضه ليكنز ان انا متعاقد واحترم عقدي مع التوانسه. حصل اتصال ما بين اتحاد كرة القدم ووديع الجريء رئيس اتحاد الكره التونسي. طب ما تخلي نحدد. هو رئيس اتحاد كره القدم التونسي وديع الجريء حصل اتصال بيه من المهندس حسن فريد مع المهندس حسن فريد بالظبط. قال له احنا بنستأذنك نستأذنك هنتعاقد او نتفاوض مع جورج ليكنز. كويس. كان الرد طبعا الراجل لا كان رد يعني انا بصراحه ما رضاش يتقال لحد في مصر لان دي مصر والمصريين مصر بلد عظيمه يعني وعمر كمان الدنيا ما اتقفلتش كلها على واحد على جورج ليكنز يعني. الله ده في مدربين من البرازيل، مدربين من الارجنتين، المانيا، فرنسا، العالم كله فيه عشرات المدربين. اكمل الرد ولا لسه؟ في الجزئيه دي في تكمله قبل ما ننقل يعني في تكمله. كملها لي علشان نروح اكملها. رد وديع الجريء قال له انا هتهمكم بسرقه مدرب منتخب تونس. انا اتهم الاتحاد المصري لكره القدم، احنا بنحب مصر بنعز مصر جدا واحنا كنا في مصر. وعلى فكره انا عبد الكريم العبدي كان عندي في بيتي من اسبوعين 3 وبيحبوا مصر جدا وبيحبوا يجوا يسكنوا على النيل لان بيعتبروا النيل بالنسبه لهم هو الحياه يعني. لكن انتوا اللي بتعملوه ده نوع من الاستفزاز وانا هقدم شكوى للاتحاد الدولي ومحاوله سرقه. هو وصل للفيفا طبعا سرقه مدرب منتخب. انا هقف معاك للنقطه دي ان الموضوع تم تصعيده. لا خلاص هو اتقفل الملف. هيتم او لا خلاص انتهى. اذا كان هيستمروا فيه كان هيصعد كان هيصعد للاتحاد الدولي. ده موضوع ما يستحقش ان احنا نقول عليه يعني فضيحه هتسرقوا لو بنفس هذا السيناريو يبقى فضيحه. طيب
لكن السيناريو ده فيه بعض الاخطاء. اخطاء ولا مبالغه؟ لا اخطاء. ليه بقى؟ لان حصل معايا اتصال من الاتحاد التونسي. طب يبقى اسمح لي هنا احنا دي واحده بس. اسمح لي بس يا كابتن، احنا قلنا وجهه النظر. تسالني، ما انا بقول لك يبقى انا اللي ارد بقى، ما تقوليش وجهه نظر. لا اما ارد قول لي لا انت اللي غلطان. انت لسه ما ردتش. خد القلم كابتن. ثانيه واحده، احنا خد القلم ده عامل مشاكل. احنا عرضنا وجهه نظر الاستاذ عبد الشافي. لا احداث مش وجهه نظر. احداث انا ما قلتش وجهه نظر. اوكي، الاحداث اللي سردها الاستاذ عبد الشافي طبقا لما هو وصل اليه في فضيحه الجبلايه دي الخاصه بالمدير الفني. نسمع بقى الكابتن عزمي بيقول ايه. عرفت؟ اولا ما بقولش وجهه نظر. اولا ليكنز ده معروف ان هو عقده ينتهي في مارس 2016. خلاص. حصل اتصال ما بين، يعني لسه ما خلص. ما انا بتكلم بوضوح. انا بتكلم بوضوح. حصل اتصال بيني وبين مدير الاتحاد التونسي وبين بعض الاعلاميين التوانسه. كويس. فقالوا لي هل في اتصال ما بين ليكنز وبعض المسؤولين في مصر؟ قلت لهم لا، السمسار بتاعه عرضه وواخده، حتى من كلامي الراجل يعني شكرني. قلت له يعني ازاي هيبقى في راجل عايز يجي وله الرغبه انه يجي في مصر وهو معروف ان هو متعاقد ل 2016 لحد 2016. تمام. قال لي احنا متصورين ان هذا الرجل بيلعب بهذا الكارت عشان يزود سعره عندنا في تونس. واخد بالك؟ قلت له باي منطق؟ وانا اصل لما يبقى الكابتن حسن فريد في موضوع زي ده، والكابتن حسن فريد راجل لاعب دولي وراجل فاهم في اللوائح والقوانين والتعاقدات والميثاق والشرف في التعامل ما بين الانديه. الكلام ده اتقفل بتاع ليكنز. انا ما بقول لك بقى، بقول لك بامانه يعني بعد ما اتعرف ان الراجل ده بيلعب بالاتحاد المصري والاتحاد التونسي عشان يزود راتبه في الاتحاد التونسي. كلموني الاعلاميين من تونس، كلموني المسؤولين في اتحاد الكره التونسي، فاهم ازاي؟ وقلت لهم ان الراجل ده مش في الصوره نهائي بالنسبه لمصر. الله. اما للمكالمه اللي تمت ما بين الكابتن حسن فريد ورئيس الاتحاد ده اللي يسأل عليها انا اشك فيها. ازاي دي واحده بس. المكالمه دي مؤكده بالنسبه لك؟ بص انا بتكلم. بص طب لو حصلت المكالمه دي يبقى معناها بس دي خلص وكمل يا كابتن عزمي. المكالمه مؤكده لان انا صحفي في النهايه. انا يهمني اجري ورا الحقيقه. طيب. انا ما كنتش راضي عن الفعل اللي لو ما كانش في مكالمه، بص طالما استعتبروها في اتحاد كرة القدم ان دي تسريبات مش هيعترفوا بالحقيقه. لا وحد يطلع يقول لك انا ارتكبت فضيحه. وبعدين بعد اذنك الكابتن حسن فريد ما يكذبش. انا ما قلتش لا احنا ما بنقولش كده، احنا بنتكلم على حقائق. انا كل يوم على اتصال بالكابتن حسن فريد، والكابتن حسن فريد اتجاهه من اول يوم لحسن شحاته، لا ليكنز ولا بيكنز ولا الكلام ده. من الاخر الكابتن حسن فريد عايز حسن شحاته. ولسه امبارح كان مع حازم امام قال له اتمنى ان حسن شحاته انه يكون المدير الفني. خلاص. الكلام ده كله بالتحديد جنب جريده الاهرام. كنت انا رايح طيار الاستقلال في شارع رمسيس وماشي من هنا وبيكلموني هذه المكالمه مره واثنين وثلاثه. اتقال هذا الكلام واتقال لي ان الراجل ده بيلعب بكارت كذا كذا على اساس يتقال ان هو مصر عايز فيزود. لكن مصر والاتحاد المصري يعلم تماما، وانا بقول لك بالتاريخ، ولو ما كانش بالتاريخ ده يبقى انا المسؤول عن كلمتي، ان الراجل ده انتهاء عقده في مارس 2016. كابتن عزمي ما هو مارس 2016 ده يعني كمان سنه يا سيدي. انا بقول لك اهو يعني ما كانش ينفع سيد الفاضل، فما ينفعش الف ب اداره. الف ب اداره ما ينفعش ان انت تبقى عارف ان الاستاذ عبد الشافي متعاقد ل 2016 وروح اتفق معاه وتيجي تعمل معاه اروح اتكلم معاه. اتلعب بيها كارت ومن الاخوه التوانسه الاشقاء قالوا هذا الكلام. اقسم بالله يعني زي انا عارف ان هو ينتهي 2016. اسمح لي السؤال بس. اصل انا في كلام في حقائق ثانيه هقولها. طب ثانيه واحده. انا السؤال انت حضرتك بتقول الوقائع اللي عندك هنا. كابتن عزمي بيقول لنا وجهه نظر ثانيه ان قد يكون الراجل اللي هو المدرب المنتخب التونسي ده عايز يرفع اجره، وده سيناريو في عالم كرة القدم وعالم الاحتراف وارد. خد بالك وهم التوانسه اللي قالوا كده. بس انا هرد بقى. رد. ايه اللي يمنع ان يكون السيناريو ده هو اللي صح؟ اللي يمنع السيناريو ده صح. تمام. عندما عرفوا التوانسه وديع الجريء ومجلس اداره الاتحاد وعبد الكريم العبدي مدير اداره الاعلام في الاتحاد بان الوضع ده حصل وفي اتصالات حصلت بالفعل، كمان
اذا كان الاتحاد المصري لكره القدم لم ينكر الاتصالات وعارف ان عقده يخلص 2016 يعني لازم تركز على دي. ايوه بس لا ماشي واحده، هو اسمح لي، ما انا هرد يا استاذ حازم. انا بس ما انا بتناقش معاك بالراحه، انا بتناقش معاك. هو بيقول ان اللي كان وسيط في المكالمات ده اللي هو الراجل السمسار ده ادريس عكي. يعني هو على فكره انا اراهن لو حد يعرفه في اتحاد كره القدم غير المهندس حسن فريد. طيب يبقى ممكن ما كانش الاتفاقات. يعني انا عايز يعني انا حتى انا اقول لك الباقي المعلومات. يعني انا يا استاذ شافعي انا حتى في المكالمات اللي اتكلمتها قلت لهم يا جماعه انا بنفلكم شكلا وموضوعا اي اتصالات تمت مع هذا الرجل ده. طيب ماشي خليه هتكلم انا بقى. لما يطلع ليكنز في التلفزيون بين سبورت اللي هو القطري او بدل الجزيره البين بتعليمات باتصال ما بين وديع الجريء والقناه يطلبوا من ليكنز يطلع على الهواء ويتكلم على مفاوضات الاتحاد المصري لكره القدم معاه ويحكي عن كل تفاصيلها. ده بيقول لي على الهواء على الهواء انا عشان راجل كذاب ومسوق نفسه. لا بس هو ده برضه مش دليل. الراجل كذاب ومسوق نفسه. الدليل الثاني لما السمسار نفسه يطلع يتكلم يقول انا اتفقت للحصول على مبلغ $60,000 من الاتحاد المصري لكره القدم مقابل تخليص للصفقه. هو ده الكلام. ارد على حضرتك. يبقى هو كان حضرتك. ارد على حضرتك. انا مش داخلين خناقه يا كابتن لا مش خناقه. هو بيتكلم. احنا لما نتكلم ونوصل للحقيقه حرام. لا هل يعني اما واحد يطلع يقول لك سمسار في سمسار محترم يقول لك انا اتفقت مع الاتحاد ان انا هاخد كذا شفناها قبل كده. 2 مين اللي هيديله $60,000؟ اتحاد الكوره. شيك الرواتب بيراجعوا 20 مره هيدي $60,000 لسمسار. اسمح لي اللعبه دي اتلعبت من ليكنز والراجل بتاعه وسمساره عشان يستغل الظروف والضغط ده من كلام الاخوه التوانسه كمان. انا برضه عايز اسال سؤال يا كابتن عزمي. انا كلامي غلط؟ لا يعني الاتحاد المصري تفاوض ولا ما تفاوضش؟ ما تفاوضش. الله انا بقول لك ما تفاوضش. ثانيه واحده ده في امال ايه الشكوى كانت هتوصل للاتحاد الدولي؟ ما يقولوا اللي يقولوه. ما تمشي ليه؟ عشان الملف تم اغلاقه. يا سلام. طيب سهل قوي. اسمحوا لي هو كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كره القدم ومدير الاعلام. يعني الكلام اللي هو بيقوله هو مسؤول عنه. انا بقول لحضرتك هو مسؤول وابصم. يعني بقول لك ان هذا الرجل ما حصلش. لم يحدث. انا متفاهم. والكابتن حسن فريد موجود والحاج والمهندس محمود الشاوي موجود والاستاذ جمال علام موجود واخد بالك ومجد المتناوي موجود واحمد مجاد. لو حصل هذا الكلام يبقى بحق. انا بس مش حاول حق يا كابتن. اللي حاول انا بتكلمك اذا كان في ازمه في الجبليه عشان تسريبات مين اللي سرب الموضوع؟ مين اللي عرف بيه الموضوع؟ التوانسه هيسربوا لي ليه بقى؟ هقول لك وليه اتقفل يا جماعه. حضرتك اتصلوا بيك ليه يا جماعه؟ دقيقه واحده. اتفضل. بيسالوني بيتاكدوا يا كابتن عزمي انت في حد حصل؟ قلت لهم اذا كان الراجل انا اللي رديت بقى اذا كان الراجل متعاقد عندكم ل 2016 هنكلمه ليه؟ لا كلمته انا بقول لحضرتك مصادر الصحفيه ما كلمتوه. خلاص انت انا مصادري في تونس. ثانيه واحده وفي مصر هنا مصادر بدليل الكابتن شوبير في برنامجه طلع قال ليكنز الاقرب لتدريب منتخب مصر والكابتن محمود الشامي قال له في مداخله احنا في مراحل الاخيره من التعاقد مع ليكنز وثاني يوم غير كلامه. بعد اذنك معلش انا ممكن اقول لك دلوقتي ان في تعاقد مع ليكنز. انا يعني انا هصدقك بعد اذنك بس بعد اذنك اصل في كلام يتقال في كلام رسمي يتقال وفي كلام يتقال مش رسمي. هو لما لك انا باكد لك وبناء على الاتصالات اللي تمت معايا مع الاخوه في التوانسه كويس والاخوه في التوانسه تفهموا تماما السيناريو اللي عمله ليكنز. انا اسمح لي ارد عليه يا كابتن عزمي. الاتصالات اللي حصلت مع الكابتن عزمي وردوده اللي رد عليها وكان فيها احترام للاتحاد التونسي والاشقاء في تونس هي دي كانت بدايه قفل الملف لان هناك كان في تصعيد. طب اسمح لي بس كان تصعيد ومكالماته مسجله. وبرضه عايز اقول حاجه. لا معلش اسمح لي بس. لا انا اسمح يعني احنا عشان نقطه نظام كده حضرتك بتتكلم في وقائع لاثبات ان حصل تفاوض بين الاتحاد المصري وليكنز لكن كل الوقائع دي فلان قال مش عارف شوبير طلع في برنامجه الراجل طلع في القناه القطريه واتكلم عن الفوضى مش عارف احنا لما في بنقول مستند رسمي مش مستند حتى يعني اي شيء يثبت غير الكلام الكلام لما انا كاتحاد كره جايب وسيط
هو انا مش ببعت له فاكس، انا بكلمه في تليفون. بس في حاجه انت لما تيجي تتعاقد مع لاعب قبل تتعاقد معاه ما تمضيش ورق. ايوه يا استاذ حازم، الناس اللي الشارع فاهم يعني ايه عمليه تفاوض. أيوة. مش تعاقد. تعاقد يعني حمض على ورق رسمي. انما ما فيش، ده كله مكالمات. العالم دلوقتي هو ده احنا متفقين في ده. انا مش هجيب لك المكالمات. لا مش مكالمات ولا انا مش بقول لك عايز ورق، لكن في حته الكلام يعني لما بنقول حاجه زي كده بنحتاج ان احنا نثبت وجهه نظرنا. في نقطه عايز اقولها لما قال ان الكابتن حسن فريد هو اللي بيتكلم. قالوا نائب رئيس الاتحاد على فكره، ما قالوش حسن فريد. هو نائب رئيس قالوا كده يعني عشان تعرف الاسم. طب ما هو في 2 نواب. ماشي. الكابتن حسن فريد لا عايز ليكنز ولا بيكنز. لا دي مردود عليها برضه. ما هقول لحضرتك وبعدين لما يعرف اول واحد قبل ما تبدا المفاوضات وجابوا اسماء كتير، ليه بقى فتحوا ازاي عشان يفتح مفاوضات مع ليكنز بناء على ايه؟ ترشيح من عندكم. ثانيه واحده، مش في سيفيهات بتيجي. مش في سيفيهات بتيجي ان انا عايز اشتغل. طيب انا لكن اللي انا هقول لك عليه بس اديني بس اخر كلمه. اخر كلمه. اول واحد استبعد ليكنز من المحادثات دي والمفاوضات دي الكابتن حسن فريد من فتره طويله جدا. وفي مكتبي قال لي ده راجل متعاقد لسنه 16. انا بس هفكرك يوم الاحد اللي فات الكابتن عزمي مجاهد على نفس الترابيزه وفي نفس البرنامج قال في 5 مرشحين وعلى راسهم ليكنز. ايوه دلوقتي هو بيقول لك مستبعد. ايوه لكن استاذ حازم انا عايز اركز في كلامي كويس قوي. الكابتن عزمي بيقول لك ليكنز مستبعد، ازاي تفاوضوا معاه؟ والكابتن عزمي مجاهد كل يوم حد بيجي هنا بيقول اللجنه الخماسيه وفي لجنه 5 تمام. ارد عليهم. ارد عليك رينر تمام 100. انا هقول لك الاسماء. هقول لك بقى اهو بناء عن ايه اتحطوا؟ بناء على السيفيهات اللي اتبعتت. لما هو مستبعد لما هو مستبعد حضرتك قلته ليه؟ ما هو حطه. ما انا هقول لك اهو هو حطه ناس بعته بيقول لك انا عايز اشتغل عندك. من ضمن السيفيهات الكويسه ليكنز. وعلى فكره على شرط ان ما يكونش مرتبط. وعلى شرط ان ما يكونش معاه عقد ل 16 ولا 17. ربنا بالمعايير. بس انا عاوز اقول حاجه، اللي بعد السيره الذاتيه لليكنز ادريس عبد. انا ماليش دعوه بقى. انا مالي انا. طيب هو النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها يا سيد الفاضل، نقطه مهمه. احنا بنتكلم ان عايزين مدير فني للمنتخب ومدير فني للاتحاد. الاتحاد وضع معايير. هل هذه المعايير دي بيطلق يعني بعض الخبراء بيطلقوا عليها معايير التفصيل؟ ازاي هي معايير تفصيل؟ يعني هل فعلا اللفظ ده دقيق ان المعايير الاتحاد خلينا نتكلم قبل ما اقول المعايير هتكلم عن معايير تفصيل. مجلس اداره اتحاد كره القدم اجتمع يوم 21 نوفمبر وقرر بالاجماع تعيين مدرب اجنبي لمنتخب مصر بعد قبول استقاله الكابتن شوقي غريب. تمام. دي فيها كلام؟ لا. محاضر الجلسات عندك يا كابتن. يا بيه صح. طبعا ماشي. يعني اختاروا مدرب اجنبي، شكلوا لجنه خماسيه وجابوا نعمل معايير. طب المعايير اللي حطوها لا تنطبق على اي مدرب غير واحد بس في مصر. ايه المعايير؟ حتى المدربين الاجانب ال5 اللي الكابتن عزمي قال عليهم لازم يكون بيدرب 15 سنه. اول معيار يكون مدربا للمنتخبات الوطنيه لمده 15 سنه او اكتر. ايوه. يعني المعايير دي تنطبق على مرحوم الكابتن الجوهري. ممكن يكون بيدرب ناشئين فشباب يعني 15 سنه. ماشي. ما هو مش هتنطبق على حد تاني في مصر. تمام. يعني يعني ما هو حسن شحاته ما اشتغلش في الناشئين يا جماعه وخد بطوله افريقيا وخد ناشئين وخد شباب. تمام. ايه تاني؟ المعيار الثاني يكون حقق انجازات وبطولات مع المنتخبات اللي دربها. يعني مش درب بس، درب وخد بطولات انجازات. يعني خد واحد فاشل. مش فاشل. كويس. ان يكون ما زال في العمل. يعني ما قعدش. ما يكونش مبطل. دي المعايير. المعيار الاول ينطبق على مين؟ انا بسال كابتن عزمي. طيب. ينطبق على مين؟ لا هو السؤال لما بيجي اتحاد كرة القدم يضع معايير لاختيار وظيفة حساسة جدا زي المدير الفني للاتحاد او المدير الفني للمنتخب، بيحط المعايير دي ازاي؟ اللجنة الفنية اللي بيرقصها الكابتن حماده المصري بيحطوا معايير. واخد بالك؟ لما تيجي تقول مثلا الاستاذ عبد الشافي ماشي، هو الاستاذ عبد الشافي لما يبقى مدير تحرير الاهرام بدأ مدير تحرير الاهرام؟ لا طبعا.
بس اشتغل هنا واشتغل هنا واشتغل هنا واشتغل، دي كلها بتبقى خبرات تراكميه. فاهم ازاي؟ فهي لما يتقصد ان 15 سنه عنده خبرات تراكميه في التدريب وفي المنتخبات المختلفه. بالظبط. بنشوف الكابتن حسن شحاته مثلا اشتغل في الناشئين والشباب والاولمبي. طب وعلى فكره هل هي معايير الدرابه خد معاها بطولات؟ هل هي معايير تفصيل؟ لا مش تفصيل. لا ما هي دي ما فيش حد في مصر. مصر تنطبق عليها غير يا سيدي دي غير المعلم. اما برضه طب ما تقولوا على طول معلش. وبعدين لما تيجي تقول حاجه انت بتحط مثلا ضوابط، ان حتى من ضمن الضوابط اللي محطوطه واخد بالك ان يكون مارس على يعني مارس كره قدم، ان المدير الفني للاتحاد مثلا يكون مارس ومعاه دكتوراه مثلا في الناحيه الاكاديميه. ده تفصيل برضه. لا مش تفصيل. لا معاه دكتوراه يبقى معاه تفصيل برضه. لا معاه مارس يعني ومعاه دكتوراه. معاه دكتوراه عشان يبقى مش دكتوراه. مش قول الدكتوراه. هو في محمود سعد، يا ريت محمود سعد طبعا هو من افضل الناس الموجوده، مفيش كلام عليه يعني. بص زي الوظائف بتاعت الحكومه يكون الولد انا ده يعني مخبيه في البوفيه واعمل اعلان انا عايز موظف اجيبه من البوفيه واوظفه. بعد اذن بتاعت الحكومه. بعد اذن محمد حسن احمد علي. ارد انا على الحته دي. انت بتقول ان احنا مفصلين على محمود سعد. محمود سعد مش لعب. انا مش لا اشكك في قدراته. ولعب اولمبي. أيوة. ودرب منتخب مصر في لوس انجلوس، كان هو المدير الفني لمنتخب مصر في لوس انجلوس. لعب دولي ولعب اولمبي ومدرب اولمبي. خد بالك لحد امتى بس يا كابتن؟ ما احنا عمالين نلف في دايره يا سيدي. اسمعني ما اكمل كلمه. ما انت بتكمل اهو. طيب اهو الراجل ده عنده في الحته العمليه لعب على مستوى ولعب منتخبات، ادرب منتخبات، ادرب في البطوله الاولمبيه في لوس انجلوس. بالرغم ده زياده ده التاريخ العملي بتاعه ده عنده راجل درس تاريخ اكاديمي. ده تاريخ اكاديمي. فما يجي يحط برنامج ولا يتابع ولا يخطط يبقى عنده حاجه علميه الآلية بتاعته اللي يقدر يشتغل منها. طيب ما تختاروه ونخلص. مش يعني ايه لازمه؟ ايه لازمه في سؤال يعني بطرحه حتى في مصر كلها يا كابتن. بلاش اصل احنا ما عندناش قيادات. بلاش اصل ما فيش الراجل غير الراجل الواحد. حكايه الصحفي الاوحد والدكتور الاوحد والمدرب الاوحد والاداري الاوحد. بطلت مصر فيها. ده رئيس الجمهوريه امبارح بيسالوه بيقول مصر فيها 90 مليون. بعد اذنك ما قالش فيها مدرب واحد. طب استنى انت بتتكلم بتقول 90 مليون. مش في 90 مليون من ال 90 مليون طلع منهم الاطفال والنساء والشيوخ. لا استنى بس انا عايز اقول لك حاجه. مش في يا استاذ حازم مثلا لو جينا اتكلمنا على انتخابات مثلا مجلس الشعب الانديه بتاع الكلام ده، اما تيجي بتبص يقول لك ايه احنا عايزين وجوه جديد. ما ينفعش في ناس يعني لما تيجي تتكلم عن الحزب الوطني كل الحزب الوطني تولع فيه بالنار. لا في ناس كويسه. في ناس كويسه. الحزب الثاني كذا كذا مش كله. فانت عايز تنتقي من المجموع كله الافضل تاخده. فاتحاد الكوره عايز الافضل ياخده. فاهم انت ازاي؟ سواء على مستوى مدير فني للاتحاد او مستوى مدير فني يعني لما باجي انا اتكلم يا استاذ عبد الشافي واحنا شغالين ليل نهار اهو، لما نيجي نتكلم على مثلا بالنسبه للاعداد لبدء الدوري والتنسيق مع وزاره الداخليه والاتصال بقيادات الداخليه. طب ما هم كل قيادات الداخليه اصحابي واللي هو عصام الصغير بكلمه كل يوم مثلا. لكن في واحد ماسك الملف ده تقول عليه ثروت سويلم مثلا. الملف بتاع لما كنا في المنصوره في الاحتفال ده وبنتكلم على المناطق والفروع، في واحد مسؤول عن الفروع اسمه المهندس محمود الشامي. واحد مسؤول عن المسابقات. بس عاوز اقول لك كلام المهندس حسن فريد اللي قاله. طيب كابتن عزمي شيماء صوتها خرم ودني. طب معلش ثانيه واحده. كابتن عزمي هو المهم عندنا في الموضوع احنا في الدايره دي ادينا 4-5 اشهر. تمام. هنفضل فيها شهرين 3 يعني عايزين نخلص من القصه دي. يعني بس برضه عايز اقول حاجه ولازم يكون في عايز اقول حاجه. العروسه فيها عيب خلقي. عايز اقول لا كويسه عروسه. عايز اقول حاجه هو شدوها من شعرها. بلاش شعرها وجابوا لها بندقايه. اللي انا عايز اقوله ان لازم يا استاذ شافي نلاحظ برضه وانت بتتفق معايا كل ما بتيجي تمشي خطوه عايزين يرجعوك 10 خطوات. احداث بتتوالى بتعطلك. احداث بتتوالى بتعطلك. بيعطلوك في حاجات كتير جدا. والله العظيم والله العظيم الشغل في اتحاد الكوره او في مصر عامه بتناضل بتقدف ب100 ايد و100 رجل. طبعا كابتن عزمي ده برادلي كان شغال على تحت نار البلاتو. قبل برادلي وقبل الكلام ده احنا يعني مش عايزين نبقى في ناحيه شخصيه شويه. لا. بس فعلا ناس كتير قوي
بتتمنى ان المعلم حسن شحاته هو اللي يتولى تدريب المنتخب. مش من فراغ، احنا كنا جايبين من شويه يعني لقطات من كأس الأمم الأفريقية، وازاي الشعب كله كان فرحان. ما بدوش تقرير رأي الناس هنجيبه اهو. وازاي المعلم كان بيقود المنتخب في انجاز، يعني اتمنى ان هو يعود مره ثانيه 3 مرات بطوله جلسه مجلس اداره الاتحاد اللي خد فيها قرار مدرب اجنبي. يعني احنا شفنا الكلام ده، فتعالوا نشوف الناس رايها ايه في تولي حسن شحاته. خلاص يا شيماء طيب اقول بس نشوف راي الناس ايه في موضوع تولي حسن شحاته مهمه المدير الفني للمنتخب القومي، وارجعوا لنا مره ثانيه. انا عايز اقطع على الاستاذ عبد الشافي. حسن او غيره، هو مصر ثبت بالنتائج ان ما ينفعش معاه غير مدرب وطني. فكابتن حسن كان عامل نتائج كويسه ومعرفش ليه مشوه من الاول يعني. بس ده المعلم بتاع الكره المصريه، لا جدال ولا نقاش عليه، مش هيجي ولا هيجي بعد حسن شحاته. اللي الراجل ده اتسجل في التاريخ. مين هو؟ المعلم حسن شحاته، صاحب اكبر 3 بطولات على مستوى القاره الافريقيه لمصر. حسن شحاته، حتى لو جينا نبص في الميادين او في اي مكان هنلاقي صوره حسن شحاته جنب زعماء التاريخ، هو حسن شحاته. انت قلت المعلم ومفيش حاجه تقول عن المعلم، فطبعا انجازاته في ال3 بطولات اللي فاتوا، انجازاته الحاليه مع نادي المقاولين، طبعا احنا لا يقال عنه ان هو معلم فعلا. فدي حاجه خطوه ايجابيه من قبل اتحاد الكوره ان هو فكر في حاجه زي كده، ولا صح ولا صحيح. والله شايف ان القرار ده احسن قرار صائب من اتحاد الكوره في الفتره الاخيره، خصوصا اللي حصل بعد مجزره دفاع الجو كده. اتحاد الكوره يعني نزل يعني من نظر الرياضه عموما في مصر. فانا شايف ان هو مثلا يولي واحد زي حسن شحاته مع توقف الدوري، دي احسن فرصه ليه ان هو يقدر، هو الوحيد اللي يقدر يقوم المنتخب مره ثانيه. والله يا فندم انا شايف في ظل اتجاه الدوله لحاله من التقشف الغير معلن، انا بتهيألي هو افضل واحد ماليا بالنسبه لمصر عشان علينا ضغوط ماليه والمفروض احنا بنوفر، وتاني حاجه هو اعلم واحد باللي بيدور في داخل المطبخ الكروي بمعنى صح. كابتن حسن شحاته هو كابتن ممتاز جدا، تمام، ودي حاجه بتأهل مصر اللي هو بدل ما يجيب مدرب اجنبي ويعني حتى يبقى استثمار في اهل بلده، اللي هو مش استثمار اجنبي، لا يبقى كده احنا معتمدين على المصريين في كل حاجه. اهلا بكل مشاهدينا، رجعنا لكم مره ثانيه على الهواء والحدث الرياضي، وشفنا راي الجمهور في يعني الاتجاه لاختيار المعلم حسن شحاته مره اخرى كمدير فني اتحاد الكوره لم يختاروا حتى الان. لا الاتجاه، انا بقول الاتجاه لمدير فني لكره القدم في مصر والمنتخب الاول. انا عايز بس اقول عايزين امتى هنفضل في تقرير الكورنيش ده؟ يعني بينزلوا قدام الكورنيش ياخدوا 2 3 كل يوم، قاعدين الناس دي يتقال منهم التقرير. احنا عايزين يا جماعه لو سمحتوا لما نيجي احنا هنجيب مسؤولين، يعني نجيب نروح اتحاد الكوره، نروح الانديه، نروح الناس اللي هي متخصصه اكتر، يجيب راي المديرين الفنيين، المدربين، اللعيبه، نجيب. لكن انا اطلع واحد ماشي على الكورنيش ولا قاعد، ما هو ده اللي بيتفرج يا كابتن. انت بس معترض على انه ماشي على الكورنيش. لا يعني انت اعتراضك انه ماشي على الكورنيش. لا مش ماشي على الكورنيش، والبيت تذكره وبيموت. هو ده يعني هم ما هو ده ناس الكاميرا بتنزل من مسبيره تعدي الشارع، تجيب اي حد يقابله. خلاص يبقوا عايزين نعمل يعني يبعدوا شويه اقوى شويه. بس يعني اي حاضر نخليهم يبعدوا شويه، يجوا بس على فكره في حاجه دلوقتي بتتكلم ماشيه في الجبلايه، يعني الشارع بره على الكورنيش. لا بيقول لك ما الجبلايه على الكورنيش برضه، بيقول لك خلاص البرنامج بتاعنا الحدث الرياضي هيذيع تسريبات اتحاد الكوره فعلا. طب يلا بس عايزين نبقى التقرير قوي يا جماعه على اساس برضو الناس المتخصصين الفنيين لهم دور. الناس المتخصصين احنا بنجيبهم، امال حضرتك بتعمل ايه؟ لا يعني يقولوا رايهم برضو. بس ده الهدف من التقرير ده، راي رجل الشارع، حتى لو كان الراي ده مش راي يعني فني، على فكره يا كابتن هو اللي بيتفرج.
ما هو ده راي الجمهور. اهلاوي لو جبت واحد زملكاوي يقول لك عايز حسام البدري. لا لو جبت واحد لا ده جمهور ولازم نسمع. لا دول اللي بيتقالوا كل يوم، دول قاعدين قدام الوقت هاخدك بعد البرنامج هوريهم لك قاعدين هم منتظرين الكاميرا تعدي. لا مش هم بيختلفوا. عايزين نعمل تقرير اقوى. بس انا عاوزك تعلق لي يا كابتن على كلام قاله المهندس حسن فريد امبارح للوكاله الفرنسيه. ارجع لنا للموضوع كده. قال انا لن اتولى مهمه الاشراف على المنتخب الوطني تاني عشان دي وظيفه البوسطجي. وظيفه البوسطجي. بص اقول لك حاجه، اولا لو جينا نتكلم على تاريخ الكابتن حسن فريد، انا مش هتكلم على تاريخه، انا هتكلم على رايه. ما هو برضو عايز ياخد اختصاصات اكتر. يعني كلامه يحط التشكيل يعني؟ لا يعني ايه يحط التشكيل؟ هو المشرف بيتدخل في الناحيه الفنيه؟ لا يعني مش ياخد راي لا، مشرف يبقى بيحل هو المشاكل، هو المسؤول. ولعلمك في الفتره اللي فاتت كان قايم بدور كبير جدا في القصه دي. بس هو زي ما تقول ايه، الناس يقول لك ان الكابتن حسن فريد عايز يبقى هو يعني مش طموحه. اخد بالك؟ مش طموحه. هو كابتن حسن فريد وظيفه البلطجي. هو كابتن حسن فريد عايز يلغي المعايير؟ لا ابدا. امال ايه؟ مش قال هنعدلها. لا هيعدل. قال وكاله الانباء الفرنسيه هنعدل المعايير بما يسمح لدخول حسام حسن، دخول طارق العشري، دخول حسام البدري. وده مش وحش. بس انتوا حطيتوا معايير ليه على كده؟ من الاول وبقالكم 5 اشهر بتعملوا ايه؟ حسن احنا ما حدش بيتكلم. طب ما هو راجل كان ماسك منتخب الاردن. طبعا. ايوه هو كفاءه برضه. طبعا. وفي طارق العشري وفي حسام البدري. لا في عندنا وفي طلعت يوسف وفي حلمي طولان، في اسماء كتير، وفي طارق يحيى، في ناس كتير جدا موجوده. اخد بالك؟ وانت حتى لو شفت نتائج الدوري تعرف تفرز. احنا عايزين ننجز يا كابتن. الجلسه ان شاء الله بكره. بكره ان شاء الله يعني عايزين الاسبوع الجاي بكره ان شاء الله يكون في تخليص كل انا عايز اتكلم على موضوع بعد في دقيقتين بعد فضيحه ليكنز. خرج برضه بعد ما قلت فيها فضيحه انا مصمم يفضح. ماشي. خرج احد المسؤولين في اتحاد كره القدم وقال ان جريس في القاهره اليوم. دي كانت تمثيليه. دي كانت تمثيليه للتغطيه على فضيحه ليكنز. وبرضه هنسميها فضيحه ليكنز. حتى لو كتبنا التاريخ هنسميها فضيحه ليكنز. بص دايما التاريخ يكتبه المنتصرون، المنهزمون لا يكتبوا التاريخ. طب ايه يعني ايه الابعاد التمثيليه دي؟ عشان الناس تنسى او ما تفكرش في موضوع ليكنز. ده جاي النهارده. ألين جريس كان موجود في باريس وبيركب طيارته على دكار. شفته هناك؟ ما جاش القاهره. لا مصادرنا طبعا. يقول لك انت يعني لا هو ناقص يقول لك انت كنت معاه. لا العالم كله بقى وانت عارف بقى قريه. طيب كلمه اخيره عشان نقفل بيها الحلقه. انا عايز ان شاء الله بكره في مجلس الاداره هيحسم هذا الملف وننتهي منه ان شاء الله. بس انا عايز اقول حاجه برضو ان الملف مين بقى يا كابتن؟ ايه؟ مين؟ ما احنا ده النتيجه. انا قلت امبارح قلت ان الملف ده مقفول لما يطلعوا القرار. ليكنز مين يعني تتوقع مين بصفتك مسؤول في الاتحاد؟ لا بصفتي مسؤول لما يطلع قرار مجلس الاداره هتعرف. طيب تمام. لكن اللي انا عايز اقول لك حاجه، يعني قفلنا احنا كده الرياضه، بس هنقول حاجه عشان الاستاذ عبد الشافي يتكلم في القصه دي. يا جماعه في يعني 3 انا بحطهم في تعداد الارهابيين. سمير صبري، وانا قلت امبارح سمير صبري، في 3 سمير صبري. الاستاذ سمير صبري المحامي المحترم اللي خد قرار امبارح، اللي خد حكم امبارح بان حماس ارهابيه. في الاستاذ سمير صبري الفنان العظيم بتاعنا. وفي الارهابي سمير صبري اللي كان لعيب ده انبي. هو ومعتز مطر وعلاء صادق. اتمنى ان يكون هناك قرار من الدوله. طب وانتوا عملتوا ايه مع ناصر صادق؟ اتشطب عبد الناصر صادق. ناصر صادق اتشطب والغندور اتشطب. لكن اللي انا بقوله ال3 دول وما يفعلوه في الاعلام ضد مصر اقل شيء اسقاط الجنسيه عن هؤلاء الارهابيين زي ما بتوع فرنسا وانجلترا. كلمه اخيره نختم بيها الحلقه. نختم الحلقه ان احنا مستمرين، هنفضح كل الملفات، هنكشف كل المستخبي. احنا مصلحتنا هي مصلحه الرياضه المصريه، هدفنا الصالح العام، هي مصر بلدنا مش هنفرط فيها، ومصر هتكون وتحيا مصر. احنا النهارده من خلال حلقتنا كنا مع حضراتكم، وهذا الملف ملف المدير الفني لاتحاد كرة القدم والمدير الفني للمنتخب الأول هيصل لإيه؟ بكرة سيصدر الستار عن هذا الموضوع وهنعرف النتائج. السبت بقى انسى بقى يوم السبت. السبت والحد الجاي احنا كله طيب بيستحلف لنا من دلوقتي. طبعا كان معانا كل يوم سبت وحد في الحدث الرياضي الكابتن عزمي مجاهد مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم. شكرا جدا. شكرا يا استاذ حازم. شكرا كابتن، موفق ان شاء الله. ربنا يخليك. ومعانا كمان الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ حازم. شرفتونا، وكل مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم. انتظرونا السبت والاحد اسبوعيا والحدث الرياضي 3:15 عصرا على شاشه الثانية.
اسمع ونزل على موبايلك أحلى الأغاني الشعبية. اتصل من أي محمول على 1412 أو من أي خط أرضي على 0900 91 37 ودخل كود الرنة.